صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. يلا نصلي على رسول الله كده ونبدأ وصفتنا. هنعمل النهاردة صينية بطاطس بالفراخ. غسلت الفراخ ونقعتها وصفيتها بالشكل ده، خليتها زي الفل كده، وجبتها رشيت عليها شوية من الملح وشوية من الفلفل الأسود وشوية من بهارات الفراخ، بس مش هحط حاجة أكتر من كده. وهركنهم على جنب على ما اوضب صينية البطاطس بتاعتي. طبعا دي أكلة منقذة كده وبسرعة، عشان ما عنديش وقت، جيت من الشغل نمت وقمت من النوم على الأكل على طول. كنت نقع الفرخة قبل ما انام، دلوقتي الساعة 4 هعملها بسرعة. خلاص كده تبلت الفراخ زي ما قلت لكم بالفلفل والملح وبهارات الفراخ. جبت كده بلانشة عندي، البلانشة دي خشبة من عند النجار من الورشة، دي بتبقى احسن من البلانشة اللي بنشتريها، دي عايشة معايا بقالها اكتر من 10 سنين عندي والله. قطعت عليها الفراخ، ودلوقتي قطعت عليها البصل والبطاطس والفلفل، وقطعت عليها كل حاجة، كل حاجة قطعتها ايه، طرنشات زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا بعد ما قطعت على البلانشة دي الفراخ، غسلتها كويس جدا وصبنتها عشان ما تبقاش زفرة، وطبع الفراخ فضلت وراها برضو لما شلت منها كل الزفارة بالدقيق والملح والليمون وشوية كده من الطحينة، وظبطت الكلام. خلاص قطعت كده كل الحاجات اهو، سويتهم في الصينية، وهبدأ دلوقتي ارص الفراخ بتاعتي بعد ما خدت من التتبيلة وشربت منها. دي طبعا ايه، اكلة سريعة كده زي ما قلت لكم، عشان كنت جاية من الشغل ونمت وقمت بقى اعمل الاكل. خلاص كده بعد ما رصيت الفراخ في الصينية بالشكل ده كده، هبدأ برضو ادعمها وارشلها التوابل اللي هي عايزاه. طبعا ضربة طماطم في الخلاط زي ما احنا شايفين كده، وهنزلها زي ما قلت لكم. الطماطم الايام دي مش حمرا، بس انا ما بحبش صينيه البطاطس تبقى حمرا قوي. طبعا كده ايه، بدخل بقى الطماطم في الفراخ في الحاجه كلها. حطيت ملح وفلفل وشويه من الكمون كده وشويه من الكزبره وبهارات الفراخ تاني وشويه من البابريكا، ودعكتهم في بعض كده على وش الصينيه. وجبت شويه كده من الزيت صغيرين، حوالي 3 4 معالق كده على الفراخ. وجبت ورق فويل وقفلت على الصينية بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وحطيت الصينية في الفرن. حطيتها شوية كده على الصاجة تحت، وبعد 10 دقايق طلعتها بقى على الشبكة فوق، كملت سواها. ودلوقتي هنعمل الرز. غسلت شوية رز كده، حطيت عليهم كمية ملح مناسبة ليهم، وقلبتهم مع بعض بالشكل ده. وطبعا معلقة على اللبن يغلي على النار. لازم الرز المعمر او الرز ده، الرز اللي في الصينيه ده، لازم اللبن يكون غالي. شايفين الدخان طالع منه ازاي بالشكل ده. دلوقتي هحط الزبده بتاعتي، عندي مكعبات من الزبده هحطها، اي بقى زبده سمنه اللي انت عايزه تحطيه حطيه. شويه فلفل اسود بتدي طعم حلو جدا مع الرز. طبعا هنشوف الرز ده طالع تحفه جدا جدا. ومش لازم تحطي قشطه و... وتزودي في المكونات كده في الحاجه، عشان الدنيا ما عادتش مستحمله زي ما بقول لكم. صينيه الفراخ طلعت البطاطس تحفه، وصينيه الرز اهي من غير قشطه ولا كريمه ولا اي حاجه، بألف هنا وشفا، جربوها تعجبكم.